السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوت اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بتمام الصحة والعافية وانتم تشاهدون قناة شاغدون غي ايوب. بالنسبة للفيديو ديال اليوم الخوت بغيت نوريكم الطريقة اللي كنستخدمها في تقديم الفواكه للطويرات، وشنا هي الفواكه اللي كنعطي للطويرات. بالنسبة للخوت الفواكه او الخضار فهي مهمة بزاف للطيور الخوت، لانهم في الطبيعة كياكلوا الاغلبيه ديالهم كياكلوا الفواكه والخضر والنباتات، هما اللي كيقتاتوا عليها. دونك كتعطيهم فيتامينات، كتعطيهم بروتينات نباتيه، كتعطيهم بزاف ديال الحاجات. كاينين جوج ديال الحوايج في الفواكه وفي الخضر اللي ما تعطيهاش للطيور، هي العظم ديال التفاح. كما كتلاحظوا التفاحه هنا كنحيد ليها العظومه ديالها. العظم ديال التفاح هو قاتل للطيور 100% بالتجربه. العظم ديال التفاح كيقتل الطويرات. والفاكهه الثانيه هي لافوكا. لافوكا الا عطيتيها للطيور حتى هي راه كتقتل الطويرات الدراري. دونك حاولوا ملي تكونوا تعطيو للطويرات ديالكم التفاح تحيدوا هذوك الحبات ديال اولا البذور ديال التفاح. كما كتلاحظوا هنا درت تفاحه وحده. دابا شبرت هاد اللي تشينا برتقاله، البرتقاله المره هذه ماشي مره، هذه حلوه. كما كتلاحظوا الخوت كنخليها بالقشره ديالها، غير هي كنغسلها مزيان ونقطعها طريفات بحال هكذا ونعطيها للطيور. البرتقال راه مزيانه الخوت للطويرات، خصوصا في هذا الوقت ديال البرد، كيزودهم فيتامين سي. باش فيتامين سي راه مزيان هو واقي من هذيك الضربات ديال البرد. هنا كما كتلاحظوا كنعطيهم حتى البنان. كاين بعض الاخوان ما كيعرفوش بان البنان كيتعطى للطيور. البنان راه مفيد للطيور حيت كيحتوي على النشويات. هو ما خصكش تكثر من هادشي وصافي، لان الطيور اللي كيكونوا داخل الاقفاص الا كثرتي لهم من هادشي غادي يتشحموا لك. هانتوما الخوت هذيك البنانه حتى هي قطعناها هكذا. نزيدوا الجزر. الجزر كيزود الطويرات حتى هما فيتامين ا، بزاف ديال لي فيتامين فيه، ولكن الفيتامين اللي معروف كاين في الجزر هو فيتامين ا اللي صالح للنظر ديال الطيور. فوالا عملت جوج ديال الجزرات وغادي نعمل نص خياره. الخيار مفيد للطيور خاصه في مرحله القلش ولا مرحله غيار الريش. كينفعهم فيه بزاف ديال العناصر المكونات اللي كيحتاجها الطائر في هذيك المرحله ديال غيار الريش. هانتوما كما كتلاحظوا حتى هما قطعتهم طريفات صافي. هادشي هو اللي كاين الخوت. كما لاحظتوا الخلطه ديالنا واجده. هنا نزيد عليها الأ 21. هذا كيبقى اختياري، الا بغيتي تزيد عليها شي أ 21 ولا تزيد عليها شويه ديال البروبيوتيك ولا تزيد عليها طونطاوفا ولا بريد ماكس ولا اي نوع من الفيتامينات بغيتي تزيد عادي، كيبقى اختياري. بغيتي تزيدوا زيدوا، ما بغيتيش تزيدوا عادي. هنا كانوا عندي شي طويرات ديال الكوكتيل كيوكلوا وليداتهم، داكشي اللي زدت معاهم الأ 21 باش الطويرات يذوقوا هذاك المذاق ديال الافانتايا، حيتاش من بعد يوليو ياكلوا هي الافانتايا. فهمتوا؟ فلهذا زدت مع الافانتايا. وافانتايا راه غنيه بكل داكشي اللي كيحتاجو الطائر الصغير باش ينمو الجسم ديالو. راه معروفه انها كنعطيوها للطويرات اللي كيكونوا صغار، كنزقوهم بها باش يكبروا لينا. صافي ها كنجيبوا دوك الطويسات وكنعملوا ليهم الماكله ديالهم تما وبالصحه والراحه. هادشي كيشهي الصراحه والله الا. انا خليت ليا تما واحد التفاحه واحد البنانه قطعهم تا هما طريفات ندوز معاهم. صافي الخوت ونقدموهم للطويرات ديالنا. كما كتلاحظوا ها هما عطيتهم هنا لهاد الطيور ديال الكالوبسيت. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم الخوت، وتهلاو في راسكم.